Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec une nouvelle recette, le cake aux noix et de chocolat. Il faut bien évidemment le noix, le zeste de citron et beurre pommade. Je vais vous laisser avec la vidéo, vous allez voir que la recette il se fait très rapidement. Bien sûr, je vais parler en arabe, mais je vais mettre un sous-titre pour tous ceux qui veulent comprendre mes recettes tout simplement. Merci à vous et c'est parti. المهم بالنسبه لهاد الوصفه هذه تري سامبل. غادي نحتاجو سوا العجانه اولا نخلطو غير بيدينا، يعني ما غاديش تحتاج شي ايفوغ اللي يكون كبير باش اننا نديرو هاد الكيك هذا كيجي كيحمق كيسطي كيشهي. غادي نديرو البور بوماد، ضروري ما انها تكون الزبده بحراره المطبخ. غادي نحتاجو 145 غرام دو سكر غلاس. بالنسبه للزبده نقول لكم بالغرام، حيت ضروري ما ديروا هاد لاغوسات هادي بالغرام، ولكن راها تستاهل فرانشمون. كيف ما شفتوا كاين 80 غرام ديال الزبده و145 غرام ديال السكر كلاصي. علاش يكون السكر كلاصي؟ ما يكونش السكر هكذا حبيبات، باش كتجي الوصفه ناجحه مليار في المية ان شاء الله باذن الله. طبعا كنخلطوا باش كيولي لنا الخليط بحال هكذا، هاد لا تيكستور بحال هاد اللي وريت لكم، حيدتو اكسبري باش تشوفوا. من بعد كنحتاجو 5 ديال البيضات، وإلا بغيتو ديروا حتى 4 اولا 3 راه كتصدق معكم، صدقوني، سوا 5 سوا 4 سوا 3 ديال البيضات الا كان عندكم ديروهم وردوا عليا الخبر، كتصدق لا ميم شوز باغاي. وهنا كنخلطوا، يعني كتشوفوا من بعد ما كندير اي حاجه كنبدا نخلط شويه، عاد كندير حاجه اخرى ان انغريديون اخر. هنا غادي نحتاجوا 145 غرام ديال لا فارين، بيان سور كتكون منخوله او لا كتكون مغربله. وهنا غادي نحتاجوا واحد لا كويير غاسوب ديال الكاكاو سوا ديروه سكري او لا ديروه الكاكاو لي 100% كاكاو مر بلا سكر. كما شفتوا لو زاز دو سيترون اللي ضروري انكم ديروا قشور الحامض اللي كيعطيها واحد لا فريشور لهذا الكاطو هذا كامل. راه كيبان الفرق الا ما فيهش كاين الفرق، يعني خصكم ضروري تضيفوا قشور ديال الحامض لهاد الوصفه هذه. وحتى كي كطيب كيبان مع داك لو نوا هذاك ما شاء الله. ضفت 6 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، غير 6 كافيه. وهنا بيان سور المكون الرئيسي ديال هاد الكاطو هذا وهو القرقاع. غادي نضيف 65 غرام ديال القرقاع مهرمش او لا غير بين يديا، غادي هكذا نهرمشو بين يديا، يعني سي با لا بين انكم تستعملوا الطحانه او لا شي حاجه. خاصو يكون باين في الكاطو، ما خصوش يكون رقيق بزاف، خصو يكون باين في الكاطو. ملي كتقطعوا الكاطو كيف ما شفتوا في الديبي ديال لا فيديو كيبان المورسو ديالو كيجي كيشهي. الكيك ما كيجيش معجن او لا شي حاجه، ملي كيطيب كيجي خفيف او ميم طون فيه واحد التعليكه كتحسوا بها. لو كيك يستاهل انكم يعني تجربوه. اللي جربوه اكيد ما ينساش يخلي لي في كومونتير. نبقاو مع الوصفه. كيف ما شفتوا غادي نحيد، غادي نجيب واحد لا سباتول وغادي نخلط به غير بلاتي هكذا من الفوق لتحت، نخلط هذاك القرقاع مع هذاك الميلونج اللي حضرناه. بالنسبه للميلونج خصو ما يكونش ثقيل وما خصوش يكون خفيف بزاف، يعني غادي نحاول نوري لكم كيفاش كيكون. باش هكذا غادي نزيدو فيه القرقاع، ما غاديش يتقلوا يعني ولا شي حاجه، مي خص يكون بحال هكاك باش نجي لكم ناجح ان شاء الله. يعني بحال القوام ديال الكيك يكون شويه اخف منه. ملي كتطلعوه كيجي بحال لا كريم، يعني كيف ما شفتوه كيجي بحال الشكل ديال لا كريم. دونك ما بقى لي غير نجيب واحد المول، ما يكونش كبير، يكون هكا موين. غادي تشوفوا المول اللي غادي نحضر فيه، سواء درتوه في المول مدور اولا كيف ما داير كاري ولا كيف ما داير. ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير، يعني كيكون في الليمون المهم اللي كاين خص يكون الموين باش يطلع معكم هذاك لو كيك. بالنسبه لهذا الكيك ما كيجيش طالع بزاف من فوق وما كيجيش هاود يعني لاصق، كيجي كيف ما غادي تشوفوه وكيف ما شفتوه في البدايه نتاع لا فيديو.
هنا غادي نديرو في الفران على حسب الفران ديالكم كيفاش داير، ولكن غادي نديروه يعني الحراره ماشي مجهده بزاف، 170 درجه 160 درجه باش هكا يطلع على خاطرو ويطيب على خاطرو حتى كيطيب. كنتستيوه كنتلاقاوه باللي هو هذاك، وكنجبدو عاد غادي نزينو معكم بالطريقه اللي بغيتو. المهم كنعرفوا باللي الكركاع اولا لي نوا كيجي مع الشوكولا. هاد لاصوص شوكولا درتو في الدار يعني في ميزون اللي غادي تحمقوا عليه، هي تو سامبلومون سون ماتيير غراس. لو كيك بغيت نوري لكم بلا زواق باش تشوفوه كيفاش كيجي المنظر ديالو كيشهي ما شاء الله. الرائحه غادي تجربوا غادي تحكموا بنفسكم. غادي نوري لكم اولا غادي نزينوا بهاد الشوكولا هذه اللي حضرتها كيف ما قلت لكم. تشوفوا لا تكستور ديالها كيفاش كتجي، المذاق ديالها كيفاش كيجي. ان شاء الله حتى من بعد ونحضرها معكم ان نوفال فيديو بيان سور. صايي وغادي نجيب اللوز ايفيلي، غادي نحمر شويه وغادي نديرو الفوق. درت هكا الكركاع باش يبان زعما راه مخدوم بالكركاع. حطيت السيترون اللي هو مكون اساسي في هذه الوصفه هذه. ملي غادي تذوقوه عاد غادي تعرفوا علاش لو سيترون. صافي هادشي اللي كاين في الوصفه. كنتمنى انكم تجربوها، ما تبخلوش عليا بلي لايك الا عجباتكم بيان سور. ابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.